الرساله دي جات لي، انا في العادي ما بردش على الرسائل كتير، بس اوقات لما بتبقى من مامهات جايين هنا وبيسالوا سؤال ده ببقى حاسه ان انا اللي محتاجه ارد عليهم. انا باذن الله هاجي امريكا في شهر 10 مع اسرتي، جوزي وابني، سنتين هجره لوتري. ممكن تقولي لي ايه الحاجات اللي هجيبها معايا تسهل عليا الدنيا في الاول؟ طبعا انت عارفه الدنيا في الاول ما بتبقاش الطف حاجه، فتنصحيني بايه واخد بالي من ايه واجيب معايا ايه من مصر؟ وممكن تردي في فيديو عادي عشان غيري يستفيد. وشكرا جدا ليكي. الرساله دي لسه شايفاها ان شاء الله، يعني انت اما وصلتي اما على وشك الوصول، فانا اسفه في التاخير على الرد. تيجي بالسلامه. الحاجات اللي تجيبيها معاكي في الاول وتسهل عليكي الدنيا، انا مش عارفه انت قصدك حاجات في الاكل ولا قصدك حاجات في العموم. لو حاجات في العموم، اي اوراق تخصك او تخص ابنك هاتيها. الشهاده الصحيه بتاعت ابنك هاتيها معاكي وانت جايه، ويا ريت تترجميها بكل التطعيمات اللي اخدها، لان هيجي يقدم هنا في المدرسه باذن الله او هيقدم في حضانه، هيحتاجوا منه انه يبقى معاه سجل التطعيمات بتاعه. وعشان يبقى معاه سجل التطعيمات بتاعه عايزه القديم عشان هتروحي بيه للدكتور يشوف التطعيمات دي، وعلى اساسه هيعمل له immunization ريكورد جديد، سجل تطعيمات جديد اللي هتروحي بيه المدرسه. فانت عايزه سجل التطعيمات او شهاده التطعيمات بتاعه ابنك، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه هتعوزي اي حاجه لها علاقه بدراستك، يعني لو خلصتي كليه هاتي الشهاده، درست كورسات معينه هاتيها، وهاتيها مترجمه. لو هنتكلم بقى عن حاجات ليها علاقه باكل وكده، بصي بصراحه هم مشددين جامد جدا. لو هتيجي من خلال مطار JFK متشددين تشديد رهيب على كل انواع اللحوم وكل انواع الحاجات المجمدات اللي هتيجي في الشنط. خلي بالك ما تكتريش، ما تجيبيش حاجات كتير، ويا ريت لو متعرفي ما تجيبيش مجمدات خالص، ما تجيبيش. ممكن مخبوزات، حاجه ابنك بيحبها انت بتحبيها في الاول، هاتيها كده تساعد عليكي حياتك شويه في الاول. بالنسبه لللبس انا بحسه موضوع يعني حريه شخصيه. بالنسبه لي انا اي هدوم انا جيت بيها من مصر هنا انا ما لبستهاش لسببين اتنين. اولا اللبس الشتوي مش مناسب خالص الجو هنا، يعني الجواكت اللي جايباها من مصر ما عملتش اي حاجه هنا، يعني دي اخرك تلبسيها وانت قاعده في البيت. وزي ما جيت بيها في اول اجازه ليا نازله بيها مصر خدتهم معايا تاني. الماتيريالز هنا والخامات هنا والهدوم هنا حسيتها احسن بكتير وافوردبل، يعني البرايس رينج كبير جدا، مختلف الاسعار، من في حاجات من رخيصه جدا وفي حاجات غاليه جدا، في حاجات من $5 وفي حاجات لحد ما انت عايزه. فاختلاف الاسعار ده بيخليكي تعرفي تجيبي اللي انت عايزاه واللي يناسبك، عشان انا عارفه ان الدنيا في الاول ما بتبقاش اسهل حاجه. هاتي طبعا الاساسيات بتاعتك، هاتي طرح، انا بجيب معايا طرح وانا جايه، ما تكتريش، هاتي الاساسيات. وحاجه كمان، اي اجهزه كهربائيه ما بتشتغلش هنا، بتنحرق. الكهرباء بتاعت مصر او الكهرباء بتاعت دولنا العربيه مختلفه عن الكهرباء بتاعت امريكا، وكذلك العكس. اي حاجه هنا ما تاخديهاش معاكي وانت نازله عشان هتنحرق في مصر. جود لك وتيجي بالسلامه انت وابنك، وتطمنونا عليكم قريب.